ازاي اشتغلت على مشكلة الحفظ اللي كانت عندي واللي كانت مخوفاني ومعطلاني ان انا ما ادخلش الامتحان لمدة 3 سنين متتالية. لقيت نفسي بحاول احفظ مفيش. طيب انا عرفت ازاي ان انا مش عارفة احفظ؟ ان انا كنت بحاول ادخل امتحان تيست بحيث ان انا اختبر مدى النولج اللي عندي، وكنت دايما ما بزيدش عن 60 من 100. طبعا احنا عارفين انه عشان تنجح في الامتحان لازم تجيب 85 من 100. ده يعني معدل كبير جدا ان اي حد يحققه. كوني ان انا بجيب 60 ده صعب، يعني انا لازم بيني وبين نفسي اكون جايبه 90 عشان في الامتحان لو جبت 85 ابقى ناجحه، بقى مش هينفع اقل عن كده. فبدات اعمل ايه؟ جبت امتحانات من كل الدنيا. هتلاقوا في امتحانات على كل فصل في الكتاب بتاع اليو اس جي بي سي، وهتلاقي امتحانات تانية موجودة في كذا مصدر. انا دلوقتي كنت بحل الامتحان، كنت بغلط في بعض الاسئله، فكنت بشوف مش بذاكر الأسئلة اللي أنا عديتها أو اللي أنا حليتها صح، أنا كنت بذاكر الأسئلة اللي أنا غلطت فيها. ليه بقى؟ لأن الواحد دايما بيتعلم من أخطائه. الغلطة اللي أنت وقعت فيها دلوقتي أكيد خلاص هتتحط في دماغك وهتتحفر في ذاكرتك، وعمرك ما أنت هتغلط في نفس السؤال مرتين. دي خدوها كده قاعدة وعن تجربة. فأنا كنت بلم الأسئلة اللي أنا كنت بغلط فيها وذاكرها، وبعدين أدخل أخد نفس التست تاني، وهكذا لغاية لما اخرج من التست وانا راضية عن مستواي وان انا جايبة سكور كويس يحسسني ان انا يعني واثقة في معلوماتي، ان انا خلاص نقاط الضعف بتاعتي اشتغلت عليها كفاية. فهنا نحل اسئلة كتير 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 وبأكتر من اسلوب، لانه انا هقولك في الاخر ان الامتحان كان مفاجأة وكان شكله عامل ازاي.